يسعد لي أوقاتكم يا رب. بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. معكم حنين، رجعت لكم اليوم فيديو جديد. بالنسبة لفيديو اليوم ما رح نعمل طبخ ولا رح يكون في روتين بالبيت ولا انه هيك. رح نروح على سوق العرب بهولندا. هو أكبر سوق هيك بكل أوروبا، هيك بيجمع من كل الجنسيات ومن كل الثقافات. يعني شو ما بيخطر على بالكم جنسية بتلاقوها هونيك. ويعني الناس بتقصدوا من يعني من ألمانيا ولا من فرنسا ولا من بلجيكا ولا من أي مكان. كلهم بيجوا خصيصا ليشوفوا هذا السوق. هو عجد فعلا بيستحق الزيارة، فراح أخذكم معي عليه وبتمنى هيك تستمتعوا بالمشاهدة. وحاولت قدر الإمكان إني هيك بين لكم الأشياء المهمة الموجودة بالسوق لحتى تستفيدوا للناس اللي حابة تزور هذا السوق، فتاخد فكرة عامة عن السوق وكل المعلومات اللي تحتاجها. هلا أنا هاي المرة السابعة يمكن بزور هذا السوق، بعتقد، ما بعرف إذا عديت صح، بس إنه زرته كتير مرات يعني. بس أنا مرة واحدة صورت لكم إياه بالقناة وكانت بداياتي بالقناة، فحسيت إنه الفيديو ما أعطيته حقه بشكل كامل، فحبيت أرجع أنزل لكم إياه بشكل واضح ومفصل. بالنسبة لأهم نقطة بالنسبة للزائر، بالنسبة لصف السيارة الباركير 5 يورو بكل النهار. من الساعة 10 بيفتح السوق للساعة 6 المساء، يعني من 10 الصبح ل6 المساء. قد ما ضليتوا بتدفعوا 5 يورو. بالنسبة للباركير فيه هن مرقمين المصفات، يعني عشان تعرفوا حالكم وين صفيتوا السيارة. ويعني في باركير كتير كبير، يعني ما تاكلوا هم، يعني في مساحة منيحة لأنكم تصفوا سيارتكم. ومثل ما انكم شايفين هو يعني عبارة عن مجمعات. هو له كذا اسم، في ناس بتسميه بازار، في ناس بتسميه سوق بيفربايك، في ناس بتسميه سوق العرب. هو له كذا تسمية، يعني كل واحد شو بيحب يسميه. ومرقمي لكم الأبنية. وهلأ أنا رح فوتكم من الباب الرئيسي مباشرة، يعني المدخل، يعني منه بتدخلوا انتوا، بتدخلوا يعني من مكان لمكان، تطلعوا كل شوي بتفوتوا بمدخل، وكل مدخل في كتير محلات. هلا هون صفينا السيارة وراح أخذكم أول شي على المدخل الأول يلي هو المكان الرئيسي، يعني بداية البازار لنهايته. وكل قسم من الأقسام اللي أنا فتت عليها كتبت لكم، يعني مثلا هذا قسم الطعام، هذا قسم مثلا العبايات، هذا قسم الأكل، حسب يعني عرفتوا كيف قسمت لكم إياه مشان يصير المشاهد ما يتشتت ويعرف الأقسام. أنا ما شاء الله قد ما زرت هذا المكان صرنا حافظينه يعني، وبالذات إنه هو قريب على أمستردام، فأنا يعني بضرب عصفورين بحجر واحد مثل ما بيقولوا، بزور أهلي وبنفس الوقت بروح على هذا السوق. ومن الواحد بيقضي نهار يعني حلو بالصيف، وحتى على فكرة بالشتوية إذا تحبوا تجوا كمان ما بيأثر، لأنه فيكم تدخلوا مثلا من قسم لقسم بشكل داخلي، مو شرط إنكم كتير تقضوا وقت برا، وفيكم كمان تطلعوا من برا وتدخلوا من قسم لقسم، يعني هذا الشيء بيرجع لكم. هلا هون كلياته لسه نحن بالقسم الأول. على فكرة يعني شو ما بيخطر على بالكم بتلاقوا. هلا حتى يعني النوعية منيحة، بس بالنسبة للأسعار يعني حسب رأيي الشخصي طبعا، لانا غالية ولانا رخيصة. عرفتوا كيف؟ أحيانا بتلاقوا عروض، أحيانا إنه لا بتحسوا إنه مثلا مثل غيره. بس هو حلاوته انه بيجمع لكم كل الثقافات وكل الجنسيات، ويعني شو ما يعني بتعتازوا كل شيء، شو ما بتعتازوا بمكان واحد. مثلا هاي الاندومي بتجي بشكل عام، هاي الكورية يعني بتجي الزهرية، بتجي دائما سعرها يعني الوحدة ب2. هلا عاملين الخمسة ب7.5، يعني سعرها نوعا ما حلو. هلا بعدين رح أعيشكم الجو بشكل مباشر، يعني رح أحكي معكم مو تسجيل على الصوت، يعني صورت وحكيت بشكل مباشر معكم، هيك بتستمتعوا أكتر وهيك بتعيشوا الجو معي أكتر. كمان هلا هذا القسم الأول أغلبه لباس، يعني القسم الطاغي عليه هو الألبسة. مثل ما انكم شايفين، يعني هون ما في شيء كتير مميز بالقسم الأول، ولكن يعني حبيت إني صور لكم إياه هيك بشكل سريع. الأقسام اللي بعدها أحلى بكتير وممتعة أكتر بكتير. الأجواء الأحلى هي اللي برا، بالذات بالصيف، يعني كتير رح تستمتعوا. هذا القسم الأول خلص. هاك الأسعار 10 25، يعني يعتبر نوعا ما إنه لا رخيص ولا غالي. كمان في برا كتير يعني الناس بتبيع. هلا أنا جبت ميكروفون حتى يكون الصوت واضح أكتر بالفيديو لما بحكي معكم، بالذات لما بكون برا، ولكن كأنه الحجاب كان شوي جاي على الميكروفون فتحسوا الصوت ما كتير بشكل واضح مثل العادة.
فحابة أعتذر لأنه ما بين معي إلا بعد ما رجعت على البيت. فالمرة الجاية إن شاء الله رح انتبه أكتر على هذا الموضوع. هون كنا ناطرين أصدقائنا لحتى يجوا، هني جايين من ألمانيا فجايين زيارة على هولندا، فحبينا ناخدهم معنا على سوق العرب. وكنا بنقضي وقت سوا وبنستمتع سوا، باعتبار إنه الواحد هيك مع الجمعة أحلى بكتير من ما يكون المشوار يعني. فهون لسه ما كنا شايفينهم، هلأ بنلتقي فيهم بعدين يعني أنا وأبو ماسة. لسوء الحظ كانت درجة الحرارة 29 بهذا النهار. 29 هون بهولندا كتير شوب عن جد. كان بعدين على الساعة بين 4 و6 صار كتير كتير غث الجو. لا هون كله بطانيات. هاي التكاية نوعية منيحة، 2.25 عندهم يعني. هاي هي هذا الديتول اللي أنا كتير ما بستغني عنه بالبيت أبدا أبدا، فهلأ لازمني فلازم أشتري. يجي 6.5 سعره 2 ب 12. خليكي جنب أختك ماما. هون حتى المكياجات على فكرة بتلاقوا. هداك شامبو جونسون، مين بتذكره كمان كتير حلو، ريحته طيبة للأطفال. هون لكم أحلى هذا، بس طبعا مستعيرينه يعني كأنه هندي أو شي هيكو. والله ما هو سيء على فكرة، يعني حسيت فيه شغلات حلوة يعني مثل ما انتم شايفين. مثل هدول هلا بيجوا ب10. هدول كاتبين اياها ب30 يورو. هلا طول ماني ماشية على فكرة كتير في ناس بيحكوا عربي كانوا، وكتير ناس مثلا بتحكي مصري، في ناس بتحكي يعني بتحسوا عن جد بتجمع كل اللهجات وكل الجنسيات. هلا هون كنت حابة أحكي، كنت يعني أحكي معكم بشكل مباشر، بس كانوا حاطين أغاني عربية فخفت يكون عليها حقوق نشر لما بدي ينشر الفيديو. فقلت خلاص رح أكتم الصوت وبحكي معكم. عم فرجيكم إنه هون في كمان زي الفلسطيني. تحسوا هيك فساتين كتير هيك حلوة وأنيقة ما أحلاها عن جد. ولسه لقدام إذا بتفوتوا بتلاقوا إسا موديلات أكتر وأكتر. الله يفرجها عليهم يا رب هيك بالمناسبة. فمثل ما كنتم شايفين كمان هون الإكسسوارات كتير بتلاقوا أشياء. وهون كنت حابة اشتري نظارات وشفتها هاي ما يقلي أبو ماسة انه جربيها، فسكرت الكاميرا وصرت اجرب بس ما عجبني شي الصراحة. فرحت على قسم تاني. هون مثلا إذا بدكم تطبعوا مثلا اسمكم على الطاقية فبيفرزوا لكم إياهم. هون عطورات البخور وما بخور وهيك يعني كمان هيك بتحسوا يعني ريحة المكان كلها عطورات مثل ما انتم شايفين. هدول يمكن أفران بعتقد الزي تبعهم. كمان حابة نوع على شغلة، مثلا إذا كان هلا على سبيل المثال هاد دواء الغسيل حقه مثلا نفترض 5 يورو الواحد، مثلا تقولوا بدنا ناخد 2 ب8 كمان ممكن يعني كتير بينزل لكم من السعر. وكتير أحيانا مثلا بس أنا بدي أخد غرض بينزل مثلا السعر شي 3 4 يعني فيكم تبازروا بكل سهولة. مو مثلا خلص هذا السعر ثابت، لا قابل انكم تنقصوه انتو شطارتكم بقى. يعني في ناس هيك عندها خبرة بهذا الشيء وفي ناس لا، يعني خلص هذا السعر خلص هذا هو السعر. هلا هون سكرت الكاميرا وصرت أجرب كذا نوع نظارات لشوف أيه بيناسبني. هاي اللي اشتريتها آخر شي. هي حسب النظارات حسب الواحد شو يعني طبيعة وجهه شو بيلبق له بيشتريها، فأنا حسيت هاي حلوة. هاي سعرها 10 يورو. هون مثل صناديات وزينة كاتبيلكوا هون السعر 2 ب 14.
وهون هدول الوحدة ب10 واثنين كمان ب15، كمان في شي ديني يعني هون مثلا. هونيك على فكرة كمان كلهم بيضووا يعني. هذا مساجات. شوفوا لي هذا الستايل. ما بعرف شو هذا الستايل يعني. والله هاي كمان. هاد كمان لباس هيك بتحسه إسلامي. هذا مثل ما انكم شايفين احيانا بتشوفوني صرت برا المجمعات واحيانا بتشوفوني جوا، يعني انتو شو بتفضلوا هذا الشي بيرجع لكم. بس المحلات الاساسيه هي بتكون اكيد بقلب الصالات، يعني كل صاله إلى شي معين. هلا هون كمان هدول بينحطوا بالبيت هيك بتحطوهم بالصالون، كمان كتير حلوين على فكره. وفي منهم كمان دينيين لقدام يعني بس بتحبوا تحطوا مثلا ايات قرانيه او كذا بتلاقوا كمان. وهون كمان مثل ما انكم شايفين كمان هون في ورد، أشكال ألوان كلهم صناعيات وبيبينوا عن جد حقيقيات، يعني عن جد حلوين للناس اللي هيك بيحبوا هالأشياء. بتلاقوا هون كل شي بيلزمكم عن جد. المشكلة وين ما بتمشوا حاطين أغاني بصوت عالي. هلا هون كانوا حاطين أغاني هيك كتير ضجة، يعني يا دوب سمعت حالي فما كمان ما قدرت أحكي معكم بشكل مباشر، حسيت الصوت ما واضح أبدا. هون الناس اللي بتحب الأطواق هيك بتجي كبيرة. هاي من المرة الماضية عجبتني. هذيك حلوة كمان منظرها. هذا المحل كله صمديات والساعات. هاي 79. ما أحلاهم عن جد. عجبوكي؟ تعال. دول دبابيب كبار، ما أحلاهم شي كيوت يعني. هاي لكن هدول ما استطاع نشوفهم لعبات. لا كبار كتير يا ماما. هدول محل ألعاب أول ما شفته كتير لفت نظري، يعني سبحان الله حتى إذا صار عمرنا قديه رح نضل هيك نحل الألعاب ونتمنى نشتريهم يعني. وبالذات هديك اللي شفتها هلأ تحت اللي فرجيتكم إياها بالبداية أنا وما لفتوا انتباهنا يعني. وخلص ضليت بنفسي إني أشتري. على فكرة طلعت برا المحل وما بقى، يعني أنا قلت خلص بدي ما في داعي اشتريها، يعني انه ما خلص يعني المرة الجاي او مثلا بشتري له شيء اهم لماسة. بعد ما مشيت هيك شي 5 دقايق قلت لا بدي ارجع اجيبها. بتتذكروا افلام كرتون تبعت سالي؟ هيك كان عندها العاب بتحسوا بيشبهوها يعني. فمثل ما قلت لكم لا بعدين بس ارجع البيت بصور لكم اياها ان شاء الله. هلا هذا المحل أغلبه زينة هيك للبيت ولرأس السنة بالأخص، يعني فالناس اللي بتحب تزين لرأس السنة أو بتحب تزين هيك للكريسماس بالأحرى فبتلاقوا كل طلبكم هون. وكتير أشكال ألوان والأسعار مقبولة نوعا ما. هون كمان كان في كتير موسيقى وحاطين أغاني. كمان كتمت الصوت. أنا بحب على فكرة إني أعيش الشخص لما بيتفرج على الفيديو بشكل مباشر قدر الإمكان. بس بهيك أماكن مزدحمة أحيانا ما بيزبط معكم، بالذات بعدين لقدام حنكون مع الضيوف اللي يجونا أصدقائنا، فيعني أكيد ما رح أقدر أخذ راحتي مثل لما بنكون لحالنا. فحبيت أعطيكم نظرة سريعة عن المكان يعني لأنه حسيت هيك ألوانه حلوة وممكن تفيد ناس معينة. مثل هاي سعرها 7.5. هاي كمان 7.5. تحسوا هالمحل كله ألوان بألوان. ليكوا هون ما أحلى.
هو صح؟ حسوه مثل الأقزام ليكو هاي كلها للشجرة. هيك البومة ما أحلاها. 12:30. هاي مثلا شو صارت 19:30. دارك اوبن ويل على أساس كلكم شايفين هذا القسم الخارجي يعني في ألعاب، في مثلا مأكولات للأطفال، عرانيس وهدول الشغلات يعني، ومطاعم كمان كلكم شايفين. هون السجاد على فكرة عندهم كتير منيح. كلكم شايفين. ماما اشربي مي يمكن عطشانة انتي. هلا هون قررنا نوصل على محل هذا هو المبنى الخاص بالذهب مثل ما انتم شايفين. واحنا بالشارع وهي الأجواء. واحنا بالشارع. هاي اللعبة اللي اشتريتها لراسها من أنا وصغيرة، بحب أشتري من هدول. هلا بعدين بالبيت إن شاء الله بنفتحها. إيه حلوة. ماما أنا كمان من لما كنت صغيرة كنت كتير أحب هذول. أي والله يا ماما حلوين. كان الإلي شو غزولة؟ هلا محل ما كنت واقفة أنا هنيك كنا ناطرين الجماعة ليجوا لحتى نلتقي كلياتنا سوا. مثل ما كنتم شايفين هذا سوق الذهب، بس ما قدرت فوت لجوا لأنه حاطين عبارة كتير كبيرة إنه ممنوع التصوير جوا والتدخين، فما هيك ما تجرأت الصراحة إني كتير صور جوا وهيك أخذ راحتي. الواحد بغنى عن كل ما يسمعها يعني هيك بتزعجه. هلا هن تقريبا فيكم تقولوا شي 20-25 محل جوا، كلهم اغلبهم بيحكوا عراقي، يعني نسبة كبيرة عراقيين. وبتفوتوا بتنقوا، بس يعني نوعا ما بحس انا الصياغة بسوق الذهب شوي بياخدوا كتير يعني زيادة عن اللزوم بالنسبة للمحلات التانية. هلا دخلنا مثل ما انكم شايفين بقسم يعني فيكم تقولوا الأكل والموالح والقسم الإسلامي بشكل عام، يعني عرفتوا كيف. هلا هون شوفوا هذا المحل عن جد عنده تشكيلة فساتين خرج أعياد خرج مناسبات، يعني نوعا ما إنه بتحسون ثقال، يعني مو إنه مثلا هيك فساتين عادية. هيك حبيت أعطيكم هيك فكرة عن المحل. طبعا ما بعرف صاحب المحل، أنا مجرد إني عم صور لكم لتاخدوا أفكار وتعرفوا شو في موجود بهذا السوق للناس اللي حابة تزوره يعني. هلا هون كمان هذا المحل جنب المحل هداك كمان نفس الشي، عندهم كمان عبايات. بعتذر على صوت الطيور يمكن سمعتوه، أنا مسجل لكم الفيديو لأنه هلا وقت المغرب عم سجله، فبتعرفوا الطيور بدها تنام بهذا الوقت، سواء الفجر أو المغرب بتطلع كتير صوت العصافير لما بتكون بدها تنام على الشجرة. هلا هون مثل ما انتم شايفين عم فرجيكم كمان هيك يعني فيكم تقولوا جزء كبير هون من الفساتين والعبايات، قسم كبير 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 يعني يعني عندكم تشكيلة واسعة. هون ببيعوا مثلا كتب إسلامية، كتب تعليمية للأطفال، مثلا في أطفال مثلا ما بيعرفوا يحكوا عربي فتكون مكتوبة بعدة لغات. مسابيح إذا حابين تهدوا حدا، مثلا مثلا سجادة صلاة، كل شيء يعني بخص هيك الإسلامي بشكل عام يعني الإسلام. وكمان هيك حاطين قرآن بصوت عالي،
هيك بتحسوا بأجواء هيك حلوة. وهون كمان في مسجد إذا واحد بده يصلي للرجال وللنساء، يعني الاثنين بعتقد. هيك قلي أبو ماسة كمان في قسم نسائي. هلا هون مثل ما نكون شايفين كمان هون على فكرة إذا الناس اللي هيك عندها أطفال صبيان يعني صغار وبيحبوا هيك يلبسوا جلابيات وهيك بحسوا حالهم إنه مثل الكبار، كمان هذا هلا المحل اللي جنب هدول الكتب كمان بيبيع هيك شغلات كتير، عنده تشكيلة حلوة على فكرة. اللي قدام كمان في هيك جلابيات خرج أطفال بنات يعني، فهيك بتلاقوا شغلات يعني ما كتير الواحد هيك بيلاقيها بمكان واحد، لهيك هذا هو حلاوته يعني. ولا هو يعني وين ما كان بتلاقوا هالاشياء، بس انه ما حتكون هيك مجمعة بهذا الشكل. وكمان على فكرة الموالح هون فيكن تذوقوها وتختاروا اللي بدكن اياه، واسعارها نوعا ما منيحة، والبهارات كمان منيحة. هون اسعارها كمان مقبولة. هون محل بيبيع حنة واشياء هيك وكحل وما بعرف شو، وكمان زيت حبة البركة اللي بيجي هيك بيعصر لكم اياه قدامكم وبتشتروه. كمان الناس بتحب هيك تشتري زيت حبة البركة بشكل دائم يعني. بتعرفوا زيت حبة البركة كتير مفيد. وكمان هون مثل ما انكم شايفين مثل ما قلت لكم الموالح بتذوقوها وتشتروا اللي بدكم اياه. اصلا اكتر يعني قسم نحن بنحبه بشكل عام، انا بحب اجي وشوفه، هو قسم الاكل والتوابل والخضرة. تلاقوا كل انواع الفواكه يعني شو ما بيخطر على بالكم، بالذات موسم التين مثلا والبامية والفاصوليا، ودول الاشياء اللي مواسم تجي فبتلاقوها دائما هون كمان. ويعني كذا محل بيبيع بهارات، عرفتوا كيف؟ مو انه مثلا والله محل واحد تتقيدوا فيه، لا، طول ما انكم ماشيين بتلاقوا يعني اغلبهم بيكون هيك. وكمان على فكرة في محلات مثلا مثل البقالية يعني نحن بنسميها، انه كمان بتبيع مثلا تكون مثلا صاحبها سوري، مثلا بيبيعوا منتجات سورية، بيبيعوا منتجات عربية بشكل عام. وهون كمان الزيتون عندهم تشكيلة واسعة كمان، يعني بتشتروا مثلا الكمية اللي بدكم اياها وبتذوقوا وبتشتروا كمان. بس كنت انا والله عم دور على منسف هذا اللي بنحط فيه الاكل، لانه ما بلاقي منه الصراحة، وللاسف ما لقيت يعني. دورت ما خليت محل وما لقيت، ولا قالت لي هي رفيقتي لانه هن من المانيا، فقالت لي هنيك معبى منهم، فلو بعرف كنت وصيتها انه ما رح لاقي طلبي هون. هلا هون مثل ما نكون شايفين هون كمان كله اكل، عفوا كله خضرة. وعلى فكرة كمان في قسم تاني كله خضرة، بس هداك كتير مزدحم، هداك بشكل يعني بيكون معبى ما فيكن أصلا يعني تمشوا. وبالذات أغلب النسوان مع عربيات للأطفال، فبتحسوا كتير زحمة وبالزور هيك فيكن تتحركوا. وأنا كتير بخاف الصراحة من هدول المكانات بالذات للأطفال، لأنه هون الطفل يا سمح الله إذا ضاع يعني خلص يعني وين بدكن تلاقوه بقى. فأنا بحب هيك دائما بهيك مكانات مزدحمة الطفل هيك يعني نحط له إذا كان ما بيعرف يحكي نحط له مثلا الرقم مشان يعني إذا حدا لقاه يقدر يحكي مع الأهل. وإذا كان واعي مثلا يكون حافظ الرقم، لأنه ما بتعرف الإنسان شو بيصير معه يعني. هلا هون مثل ما كنتم شايفين كمان في فساتين للأطفال، مثلا إذا عندكم مناسبات عندكم مثلا عرس أو شي هيك حابين تشتروا لأولادكم، كمان من كل الأشكال فيه بتلاقوا يعني كل عفوا المقياسات، لأنه قليل عن جد لتلاقوا. على طول أنا بوصي من الشيئين هيك شغلات، بس لما جيت لهون الأسعار يعني كتير مقبولة وتختاروا وتقيسوا على كيفكم يعني أحسن. هون كمان شفت دول الكلابيات هيك خرج صغار عمر ماسة وغزل، وكمان هي رفيقتي عندها بنات، فاشترينا هيك للكل، وكل واحد اختار اللون اللي بيعجبه واشترى يعني. وكتير انبسطوا عليهم البنات يعني. كمان سعرهم تقريبا كان بعتقد 10 يورو. هدول من الفساتين اللي قلت لكم عليهم، ما أحلاهم غير شكل. في قسمين محلين يعني، هذا المحل والمحل الثاني، بس هداك الثاني المقابل وأرخص. ما خليت لكم الصوت بالفيديو باللقطات الماضية، كنت حابة إنه هيك تعيشوا الجو يعني تعيشوا الأصوات الحقيقية اللي بالفيديو، ولكن كنا أنا ورفيقتي عم نحكي وصوات الأولاد وهيك فحسيت ضجيج يعني. هلا هذا المحل بيبيع مثل هذا الكنتاكي وهدول الشغلات اللي بيجي الفروج المقلي، بيجي إنه قسم حاد وقسم عادي، يعني أسعاره ما غالية أبدا يعني. مثلا تاخدوا ب5 يورو بيطلع لكم يعني كرتونة صغيرة منيحة يعني ما الأسعار أبدا مو غالية بالنسبة للفروج هذا المقلي. وكتير ناس يعني هيك بتشتري منه على طول يعني دائما مزدحم، وفيكم تذوقوا على فكرة قبل ما تشتروا يعني. هو ما عندهم مشكلة يعني، شو ما بتحبوا تذوقوا قبل ما انتو تشتروا اللي بدكم اياه. هلا هون رح اترككم هيك مع كمان هون الاكل، صورت لكم هيك شوية مقتطفات من المطاعم الموجودة.
أشكال ألوان، شو ما بيخطر عبالكم، يعني كأنكن شي أكل صيني، شي أكل يمني، شي سوري، شي طبخ مثل ما انكم شايفين. هذا أغلبه طبخ وهيك شغلات. وكمان هلا لقدام كمان مثل ما قلت لكم قسم ببيع شاورما وهدول الشغلات، وهلا هدول لا هدول الصينيين، وكلهم نفسياتهم حلوة يعني. بس يعني نوعا ما بشكل عام بعد تجاربي يعني ما لهالدرجة الأكل بسوق العرب طيب يعني، بالذات إنه مزدحم. ومثل ما شايفين هيك في حاطين طاولات بالنص، هاي الطاولات لكل المطاعم الموجودة بالقسم هذا، وانتو شطارتكم يعني مجرد ما خلص حدا انتو بتقعدوا محله وبينظفوا لكم اياه، بينظفوا الطاولة وبتقعدوا. عرفتوا كيف؟ ايه بس انا يعني انتو شطارتكم يعني، احنا ضلينا ناطرين منيح لحتى اجا دورنا وقدرنا نقعد يعني. وهذا هو المطعم اليمني اللي كتير أخذ ضجة بسوق العرب. بس المطعم إذا حابين تاكلوا أكل يمني عن جد وهيك، في فروع تانية أصلية أكتر يعني، وهيك قاعدة وأكلهم أطيب بكتير من هون يعني. بس ما بيعني إنه الأكل سيء، لا يعني طيب، بس إنه بدكم تاكلوا أكل عن جد يعني إنه هيك تحسوا حالكم باليمن مثل ما بيقولوا. لا بالأفرع التانية أزبط يعني. ولكن بتلاقوا يعني أي حدا شو ما هيك بيخطر على باله بتلاقوا طلبكم يعني. وجربوا هذا الشيء يعني بالنهاية ذوق شخصي يعني، سبحان الله كل واحد شو بيحب وشو بيفضل. ويعني ما في حدا بيقدر هيك بيقول عن هذا الأكل طيب، هذا المطعم طيب وهذا المطعم مو طيب. لا، كل الناس خير وبركة وكل واحد له ذوق شخصي. شايفين الازدحام ما شاء الله، كان شوب قد ما قلكم شوب يعني. كيف يعني أنا ما اشتهيت آكل الصراحة أبدا من كتر الشوب. أولا زحمة، ثانيا مو كله مشغل نار وفران وطبخ وكذا. فسبحان الله يعني كانت الحرارة فظيعة يعني. أول مرة هيك أنا بشوب وأنا عم آكل مثل ما انكم شايفين. وهذا كمان على فكرة هذا المطعم يمكن أفغاني بعتقد، طبعا أغلبه حلال يعني أو كله تقريبا. مثل ما انكم شايفين هاي كمان أي حدا بيروح على سوق العرب بيقول عن هاي الأكلة طيبة، بس أنا ما ذقتها ولا مرة الصراحة. وكمان بالنسبة للكباب العراقي وهيك كمان في واحد هيك بالزاوية كمان بيبيع كباب عراقي مع عيران كمان طيب، ما سيء يعني. بس ما تجيبوا سندويشة، لأنه جربت السندويشة أبدا مو طيبة. جيبوا هيك وجبة يعني أطيب بكتير. وهيك مثل ما انكم شايفين طلبنا الأكل، كل واحد اختار شو بده، وهيك قعدنا مع بعض وهيك استمتعنا يعني الحمد لله هيك مع بعض. نحن ورفقاتنا يعني. بس مثل ما قلت لكم يعني يفضل انكم تروحوا الجو يكون معتدل نوعا ما. وحتى إذا كنتوا شبعانين وفتوا على هذا القسم رح تجوعوا يعني، أكيد رح تجوعوا من كتر الروايح الموجودة بهذا المكان. وطول ما انكم ماشيين مثل ما انكم شايفين بضيفوكم. ولفت نظري يعني نحن كنا ناطرين إنه حتى الطاولة تفضى الطاولات، ففي هيك زلمة هو ومرته بعتقد هولنديين فقاعدين فخلصوا، فكانت اللي قاموا عن الطاولة ما منظفين الطاولة، فأجا هو نظف لنا إياها. شافنا إنه نحن انعجقنا وهيك وعائلة كبيرة، فصار هيك يشيل الوسخ المحطوط يعني تبعيت الناس اللي كانت قاعدة قبل وكبة يعني. وكان جدا محترم وهيك يعني استغربوا رفقاتنا انه هيك كيف هيك. كان جدا قمة الاحترام والاخلاق عن جد. سبحان الله في ناس اجباري عنك بتفرض احترامه يعني كتير كبيرة بعيني. ما هيك حس حاله انه هو لا واو انه ما بصير والله انه اشيل وسخ غيري. هدول هنيش الجماعة، هذا الزلمة اللي كان قاعد هيك جنبنا. وحتى بعد ما خلصوا ضموا الطاولة تبعتهم لطاولتنا لحتى ناخد راحتنا. فسبحان الله دائما هيك الواحد يدعي الله يبعث لنا ولاد الحلال دائما سبحان الله. وهيك كان الأكل، تغدينا مثل ما انكم شايفين. الحمد لله رب العالمين، الله لا يحرمنا من هالنعمة. ومثل ما قلت لكم كل الأكل نعمة الحمد لله. وهيك يعني حبيت أعطيكم فكرة عن القسم الأكل الموجود هون، حتى الناس اللي بتيجي زيارة جديد لهذا المكان تكون أخذة فكرة نوعا ما عن هذا المكان. وهيك كان فيديو اليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وهيك قضيتوا وقت حلو واستفدتوا. أهم شيء إنكم هيك أخذتوا فكرة واستفدتوا من فيديو اليوم. وبشوفكم إن شاء الله بالفيديوهات الجاي، وتضلوا إن شاء الله بألف خير. ولا تنسوا لي من اللايك وهيك تعليق حلو مثلكم. بشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، تضلوا بألف خير يا رب.